أكد المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان في كتابه الجديد الصحراء الغربية في 10 أسئلة، تناول من خلال صفحاته 107 قضية الصحراء. وزود لوغان كتابه الذي جاء في 10 فصول بوثيقة فرنسية مطبوعة تعود إلى عام 1891 تؤكد أن الصحراء كانت في مجملها أرضا مغربية، إلى جانب عدة وثائق أخرى وشهادات ومقابلات تسلط كلها الضوء على ملف الصحراء المغربية. ويضم الكتاب نحو 15 خريطة توضح كيف اعتبرت السلطات الفرنسية الصحراء مغربية لأكثر من قرن وفق برنارد لوغان. تعود الروابط التي تجمع بين المغرب وأقاليمه الصحراوية لعهد الدولة المرابطية القرن ال11، مبرزا أن دراسات عديدة لخبراء دوليين تؤكد هذه الحقيقة، وأن الصحراء كانت قبل الفترة الاستعمارية مرتبطة اقتصاديا وسياسيا ودينيا بالمغرب، فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائها.